معدن وذهب لعبوا ذا طرب، الاهلي لا لعب سوى ابو العجب، الاهلي لا لعب سوى ابو العجب. معدن وذهب لعبوا لا طرب، الاهلي لا لعب سوى ابو العجب، الاهلي لا لعب سوى ابو العجب. جماهير متعطشة للمزيد من الذهب، قلعة الكؤوس هكذا يعتبرون ناديهم. جمهور النادي الأهلي بطل ثلاثية العام الماضي، دوري وكأس وسوبر، لا يمكنه أن يتوقع ما قدمه الفريق هذا الموسم من مستوى متذبذب في المنافسات المحلية. الحماس حق اللعيبه مو نفس الحماس اللي في العام اللي في الدوري، فانعكس هذه المره في اسيا. الآن نبدع وإن شاء الله قدامنا العين نهزم إن شاء الله على أرضنا في الجوهرة. العين فريق كبير، السنة اللي فاتت كان وصل لنهائي آسيا، والسنة هذه الأهلي طموحه شوية عالي، يعني إنه يوصل نهائي بإذن الله. في الآسيوية إن شاء الله الأهلي حيقدم مستوى، إن شاء الله حيمشي مراحل أكبر من كذا. مباراة العين ما أقدر أقول لك العين سهلة، العين صعب ومنافس على البطولة ذي ومن المرشحين لها. مستوى الأهلي في الدوري في الآسيوية كويس حاليا، كويس جدا، أما بالنسبة في الدوري ما هو جيد صراحة. خطواته كلها المباراة الأولى والثانية فايز فيها 6 نقاط، يعني متصدر حاليا هو. حتى المباراة الثالثة لو لعبها وتعادل برضه متصدر. ينافس الأهلي السعودي في البطولة الآسيوية ويقدم حتى الآن مستويات مميزة عوضت الإخفاق المحلي، ويأمل أنصاره استمرار التفوق الآسيوي ومن ثم التأهل على الأقل في نهاية الموسم. ونتمنى انه فريق الاهلي اول شيء يتاهل بالمركز الاول، وهذا حيكون حافز للعيبه وحافز للجماهير انهم يحضروا وحافز ان نجيب البطوله ان شاء الله. العام لعبنا احنا برضو مع العين ذهاب واياب، والاهلي ما كان موفق، بس السنه هذه ان شاء الله برجال الاهلي قادرين نحصل على 3 نقاط باذن الله. يواجه الأهلي في هذه المباراة وصيف بطل النسخة السابقة العين الإماراتي، فهل سيكون له كلمة يوقف بها انتصارات الأهلي أم سيستمر الأخير في حصد النقاط وحجز بطاقة التأهل مبكرا؟ محمد الرزقي، بي إن سبورتس، جدة.